الفيديو ده فيه الحل المضمون. أنا عارفة إنِّك تعبانة، يمكن تسمعيني وأنتِ في أوضتِك طافية النور، موبايلِك في إيدِك، دماغِك مليانة هَم وخوف، بتحاولي تفهمي ليه كل الأبواب مقفولة، ليه دايمًا بتسعي وما فيش نتيجة، ليه بتحسي إنِّك لو اختفيتِ ما حدش هيسأل فيكِ. بس تعالي وقرّبي مني شوية، أنا جاية أقول لِك على حاجة صغيرة أوي، بس لو فهمتيها حياتِك كلها هتتغير. أنا جاية أقول لِك إن في حل وحل مضمون، مش نصيحة، مش وعظ، مش كلام حلو بيريح القلب شوية وخلاص. أنا هادّي لِك خطة لو مشيتِ عليها هتشوفي حاجات عمرِك ما كنتِ تتخيليها، وهاقول لِك من دلوقتي إن في آخر الفيديو ده أنتِ مش هتكوني زي ما بدأتِ، مش لإنِّك سمعتيني، بس إنِّك قررتِ تبدئي. خليكِ معايا لحد النهاية، وما تنسيش تسألي نفسِك سؤال واحد بس: أنا فعلًا عايزة أخرج من الهَم والّا اتعودت أعيش فيه؟ أول حاجة هاكلمِك عليها هي ليه حياتنا كلها مشاكل؟ يا ريت ما تهربيش من السؤال ده، ليه حياتنا مليانة مشاكل؟ ليه الواحد أول ما يفتح عينه بيحس إنه أكنه داخل معركة؟ ليه بنخرج وبنضحك وبنهزر، بس أول ما بنختلي بنفسنا بنكتئب وبنزعل، حتى مش عارفين إحنا زعلانين ليه؟ أنا هاقول لِك السبب الحقيقي، السبب مش الظروف، مش الناس ولا الحظ الوِحِش، ولا حتى إنِّك قليلة الحيلة، غبية، ضعيفة، ده مش أنا اللي باقول، دي دماغِك بتحاول تقنعِك بكده. السبب الحقيقي إنِّك نسيتِ مين هو اللي ماسك مفاتيح الفرج. عارفة إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنقفل باب بإيدينا وبنفضل نعيط ونقول هي ليه الدنيا ضلمة؟ بنفضل ندوّر على حلول عند الناس ونتخانق وننجرح، ونسينا إن المفتاح الحقيقي مش معاهم، المفتاح مع اللي خلقهم. ربنا قالها لنا صريحة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الضنك مش فقر، لأ، الضنك يعني قلب مخنوق، نفس ضايعة، وعقل تايه، وشِّك في الأرض حتى وأنتِ لابسة أحسن حاجة عندِك. طيب في حد تاني قال لِك كده؟ في كتاب تنمية بشرية أو دكتور نفسي قال لِك إن بُعدِك عن ربنا هو أصل المشكلة؟ أنا مش ضد العلاج ولا الكتب ولا الناس، بس لمّا يكون القلب هو اللي بيموت، ما فيش دوا هيقوّمه غير اللي خلقه. تعالي أحكي لِك حكاية صغيرة أوي. بنت كانت مشهورة، معاها فلوس، بتسافر، ناس كتير أوي حواليها، لكن كانت كل ليلة تبكي في السرير، كل يوم تصحى متضايقة، تضحك وتهزر قدّام الناس وتنهار لوحدها. جربت العلاج، اليوجا، الكتب، بس أول مرة حست إن هي بجد بتتنفس وهي ساجدة لربنا. هنا بدأت قصتها، مش لما الناس عرفوها، لما هي عرفت ربنا. عشان كده أنا هنا مش عشان أقولك اصبري ولا الدنيا هتتعدل لوحدها، أنا هنا أقولك إن كل حاجة ممكن تتغير بشرط إنك ترجعي لربنا بصدق، رجوع حقيقي، مش رجوع وقت الحاجة وبعدين تنسيه، مش استغفار باللسان ودماغك شغالة في واحد سايبك، مش دعا وانت شاكة أصلا اللي ربنا سمعك. رجوع قلبك قبل كلامك هو ده بداية الفرج. السر اللي محدش بيقوله بوضوح هو إن كل مشكلة في حياتك حلها موجود، بس مش عند الناس، مش عند مديرك ولا أي دكتور ولا حتى عندك انتي. الحل المضمون
عند ربنا. بس السؤال، انت رايحة لربنا ازاي؟ بكسل؟ بتكلميه كأنك بتقضي واجب مفروض عليكي، ولا كأنك بتكلمي حد ماسك قلبك ودموعك ومصيرك كله؟ الشخص اللي عارف كويس وفاهم إن السر اللي بيغير كل حاجة فعلا هو لما تروحي لربنا بقلبك كله وتفضيه قدامه وتسيبيه يعمر. وعشان كده أنا هقولك دلوقتي على خطوات، مش وعظ، دي خطة نجاة. حرفيا لو مشيتي عليها هتشوفي الفرق بنفسك. الخطة العملية أنا مسميها المفتاح الذهبي. المفتاح الذهبي فيه 6 خطوات. أول خطوة هي صلاة الفجر مهما حصل، لو هتنامي بدري أو متأخر، لو صليتي ركعتين وبعدين نمتي لازم تقومي. الفجر هو بداية الفرج. الناس اللي بتصلي الفجر ربنا بيشهدهم على يوم جديد بنور تاني خالص. الخطوة التانية 1000 مرة استغفار في اليوم. قولي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قوليها وانتي بتطبخي، وانتي بتشتغلي، وانتي سايقة. الاستغفار مش بس بيغفر، ده بيجلب رزق، بيفتح قلوب، وبيهدي النفس. الخطوة التالتة هي الصلاة الإبراهيمية 1000 مرة. قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. دي مجربة، ناس كتير خرجت من هموم كبيرة جدا بسببها، وأولهم أنا. حاولي تقوليها على مدار اليوم، متقطعة بقى مرة واحدة، براحتك خالص. الخطوة الرابعة قيام الليل ولو بركعتين بس. سكون الليل والناس كلها نايمة وانتي صاحية لوحدك، تكلمي ربنا، تقولي يا رب أني غلبت فانتصر. ما تخليش اليوم يعدي من غير ما تركعي ركعتين لله في نص الليل. الخطوة الخامسة هي الدعاء بأسماء ربنا. اختاري اسم من أسمائه كل يوم وعيشي معاه. جربي الفتاح لما تحسي الأبواب كلها مقفولة، الجبار لما تكوني مكسورة، الرزاق لما تحسي الدنيا مقفولة عليكي، الشافي لما قلبك أو جسمك يوجعك. ولو سألتوني عن الاسم اللي بكرره كتير فهو الوهاب. آخر خطوة معانا، اعملي حاجة لله بس من غير ما أي حد يعرف. صدقة في الخفاء، دعوة بظهر الغيب، قراءة قرآن حتى لو صفحة واحدة، أو حتى سامحي أي حد كان ظلمك لو تقدري. طيب أعمل إيه في المشكلة اللي عندي؟ بصي، هنقسم لك المشكلة دي ل4 أنواع، وهقولك كل نوع خطوة عملية ليه. لو مشكلة عاطفية، حد سايبك، خانك، وجعك، أول خطوة اقطعي الوصل تماما حتى في الخيال. قولي اللهم إن كنت تعلم أن فلان لا خير لي فيه فاصرفه عني واصرفني عنه. قولي يا جبار اجبرني جبرا يليق بك. كل يوم اكتبي 3 حاجات بتحبيها في نفسك واعملي حاجة منهم. وأول ما يجي على بالك افتكري موقف وحش جدا ليه، واعرفي إن زي ما ربنا جابه قادر يجيب حد أحسن منه بكتير. اوعي تفقدي الأمل في ربنا. طب لو المشكلة مادية، ديون، رزق، استغفري 1000 مرة في اليوم. طلعي صدقة حتى ب5 جنيه كل يوم جمعة. قولي اللهم ارزقني من حيث لا أحتسب واكفني بحلالك عن حرامك. قولي يا رزاق 313 مرة بعد صلاة الفجر. طب لو مشكلة نفسية، خوف، اكتئاب،
اقري سورة البقرة يوميا أو كل 3 أيام على قدر المستطاع. قولي لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. والاتنين دول موجودين في أذكار الصباح. امشي على الأرض كل يوم حتى لو 10 دقايق، وارمي همومك في الهوا. اتمشي في أي مكان، حتى حوالين بيتكم، أي مكان على البحر، أي مكان. حاولي تصفي ذهنك وارجعي تاني، ليها بجد تأثير كبير. طب لو مشكلة صحية، قولي رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اقري سورة ياسين بنية الشفاء، وياريت تكون قبل وقت الشروق على طول. الذكر يا شافي 100 مرة بعد الفجر وبعد المغرب. مسح الجسد بيدك اليمنى والدعاء بيقين كل ليلة لربنا. حد هيقولي أبدأ إزاي كل ده؟ أول حاجة وأهم حاجة هي النية. النية بداية كل معجزة. كل حاجة قلناها من الحاجات دي مش هتنفع لو قلبك مش ناوي بصدق. النية هي الباب السري لكل المعجزات. النبي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية مش بالكلام، النية في القلب. ناوية تتغيري ليه؟ عايزة ربنا فعلا؟ بتسأليه بيقين ولا بتقعدي تقولي يمكن تحصل وممكن ما تحصلش؟ كل يوم قبل ما تقومي من السرير قولي يا رب نيتي رضاك، نيتي النجاة، وإني أكون معاك دايما. آخر حاجة هقولها لك، إنك لو وصلتي لآخر الفيديو ده فده مش صدفة أبدا، ده ميعاد ربنا كاتبه مخصوص ليكي. السر مش في الكلام، السر في إنك دلوقتي عارفة وواعية وعندك المفتاح. اوعي تسيبيه، ما تروحيش للي وجعك وتهربي من اللي خلقك. قومي دلوقتي، خدي أول خطوة، وضبي سجادتك وخليكي وابكي معاها. افتحي قلبك قبل ما تفتحي لسانك، وساعتها هتشوفي الفرق بنفسك، وهتعرفي إن هو ده الحل المضمون. هتلاقي سلام كبير قوي على قلبك وعلى روحك وهي بتتولد من جديد في حضن ربنا. هتلاقي سلام كبير قوي عليكي لو بدأتي النهاردة وما كملتيش لوحدك. انشري الفيديو ده، يمكن تخلصي حد تاني من ضلمة كبيرة قوي هو عايش فيها. وقولي لنفسك من النهاردة أنا في طريق النجاة وربنا هو دليلي.